وبركاته. متابعينا وحشتونا، وزي ما اتفقنا معاكم ان شاء الله في شهر 6 هنرجع بقوة. هتشوفوا اللوكيشن الجديد ومع الاستاذ محمود. ده هيبقى اللوكيشن الجديد بقى، يعني هنتكلم عن كل حاجة في الحمام. هنسميها بداية جديدة، يعني لان الموضوع احنا كنا صورنا حلقات كتير وكده. احنا دلوقتي في ما شاء الله في المزرعة مع الاستاذ محمود. يعني مش هنقول بقى طريق الاحترافية بقى اللي هي الناس البروفيشنال. احنا بنتعامل مع طير، يعني في كل الاحوال هي هواية. ازاي بقى توصل ان انت تبقى محترف في الهواية دي؟ البداية من جديد مع الاستاذ محمود ان شاء الله. واول حلقة النهاردة هنسجلها مع بعض. الاستاذ محمود هيبقى ضيف مستمر معانا، يعني الاستاذ محمد عطا ان شاء الله، والاستاذ محمد عطا برضو صاحب المزرعة ان شاء الله، يعني هيبقى موجود معانا في حلقات تاني. احنا كنا قلنا اي حد عنده سؤال هيتحط على الجروب وهنرد على السؤال بتاعه في حلقة، او هنختار مجموعة اسئلة كده. الاسئله اللي هتتحط على الجروب هنرد عليها في فيديوهات ان شاء الله. كان في حد احمد يحيى كان عنده حمامه بيقول رجليها مكسوره ومش عارف يعمل ايه. فالحسن الحظ طبعا عند استاذ محمود كان عنده يعني نفس الحاله، يعني فقلنا ايه هنرد على السؤال ده. اول سؤال اللي هنرد عليه، اللي عنده سؤال ان شاء الله هنرد على الاسئله بتاعت حضراتكم كلها اللي هتبقى موجوده على الجروب، هنرد عليها ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله. فمعانا استاذ محمود هيقول لنا ايه اللي حصل في الحمام. دي انتايه استراليه حاضين عندي، هي فرغ المهندس محمد عطا. يا ما شاء الله حنينه جدا وبتخدم، يعني بتزق غزار كويس قوي، بتزق حاجات صعبه يعني ما شاء الله. فاحنا بننقل الجنب للمكان فجاه لقيت رجليها مدلدله كده من هنا، مفصوله من عند الركبه عندنا كده، سايبه خالص. تمام. يعني المفصل اللي هو فوق الكف، المفصل زي كده، ده كف الحمام اهو. فالمفصل ده اللي مكسور كان سايب خالص. تمام. عندنا بقى الودانات بتاعت الزغاليل لما بنيجي ننضف، الودانه اللي بتتباع في الصيدليه دي. تمام. جبت 3 وخليت حد يمسك لي الحمامه عشان اعرف اتملك فيها، ومسكت الرجل وقفتها كده. تمام. ونساها شهر، هي هتاكل وكل حاجه وهتشرب، بس هتبقى متألمه في الاول بدايه الطبيعه زيها زي اي حد في الكون، لان ده عظم. بس بعد كده بتلحم. طب انت حطيت عملت لها زي الجبيره يعني؟ جبيره، حطيت واحده ولزقت، وحطيت التانية ولزقت، وقفتها كده. لزقتهم بايه بقى؟ هي متضايقه طبعا ومش عارفه تقف ومش عارفه تقعد ومش عارفه، بس هي لازم كده. تمام. عشان عظم يلحم. تمام. وبتلزقها بلزق وبتفضل سايبها في فاب. مش موضوع بقى جبس وموضوع هو اللزق بالجبيره بالعصايه دي عشان تبقى عامله زي جبيره بالظبط، وتتلف بلزق. بس ما نضغطش قوي على اللزق عشان خاطر ما يحبسش دم. بص طبعا. تمام. بس وبتنساها مثلا 20 يوم في تحسن، 15 يوم بيبقى 20 هوبا شهر. تمام. بعد من الباب ده بتاخدها بترميها في السايب. بيبقى كل واحد عنده موتور اكيد يعني، او حمام بيتنش. تمام. بس الدكوره تضربها بقى وبتاع غصب عنها، تقوم هتمشي هتفك الرابطه دي، يعني هي دلوقتي تقريبا خف. تمام. احنا بس عشان مش هنصورها لكم. هي الكاميرا جايباها. بص يا باشا، هي الفاصله كانت هنا، كانت في الرجل دي يا باشا. لا، الرجل اللي هي شايلاها صح؟ لا، اللي هي الشمال عندها، اللي هي دي اللي فيها الزبله دي. تمام. اللي هي الكسر كان هنا في المفصل ده، في المفصل اللي هنا ده، في مفصل هنا اهو. انا بس مش عايز عشان تطير اهي. ده المفصل ده، الكسر كان في المفصل ده. تمام. هي دلوقتي رجلها هي ما شاء الله لحمت، بس انا مش عايز اتعبها اهي. شدها كده بتفردها تاني. بص هي عامله كده اهي. بس هي ما شاء الله بتمشي. اللي هو المفصل ده صح؟ ده. تمام. هنوريها لكم دلوقتي وهي ماشيه ان شاء الله. ده بالنسبه للسؤال ده، يعني هو سؤال كويس. زي كده احنا زايد كده يا جماعه، زايد اللي احنا الجبيره مثلا اللي بنعملها دي. بتهتم بقى ان انت تديها كالسيوم، تديها فيتامين، بحيث ان هي تبقى في حركه. يعني ايه؟ يعني جنب الجبيره اللي احنا عملناها دي يبقى في معوضات، يعني لان ده العظم دايما بيبقى العظم، انتوا فاهمين حضراتكم، الكالسيوم والحاجات دي مهمه برضو بالنسبه للحمام في الاول وفي الاخر. بس لما يكون في حاله كسر او كده لازم يبقى في كالسيوم وفي فيتامينات. ما قلناش احنا لما بعد ما ناخدها من الباب ده بنفك لها بقى اللي احنا ربطناه ده، يعني بعد ما بتطلع من العزل بنفكها ونحطها مع الحمام السايب زي ما حضرتك قلت. بالظبط.
تمام. تغيير الدم. تغيير الدم ده ان انا اشتغلت بالدكر ده اكتر من سنه، وبرضه ما طلعش من العيب اللي هو بيضايقني. العيب اللي هو ايه، خنقه، بيطلع زغاليله على طول دماغها فايره، بيطلع لونه هربان في حاجه مهما كان نوعه. تحسينات يعني. بالظبط. فبتحسن، بغير دم، بغير سلاله عندي. تمام. بالنسبه لحرق الدم برضو كان في يعني اللهم صل على سيدنا محمد، لما باجي الاقي النتايه على ابوها او على جدها، الكلام ده كله برضو احنا يعني مش عايزين نسبة للاحداث التفاصيل دي هنخش فيها واحده، لان احنا عايزين نعمل حلقات كتير يعني نفيد الناس اكتر يعني ان شاء الله. كان في برضو سؤال تاني. حرق الدم، انا عندي قص زرق جمعيه، فرغولي زاجل اصفر. ما شاء الله. وهم زرق جمعيه يعني ما همش علاقه باي حد، فهي جينات وراثيه. تلاقي الجد كان في لطعه صفراء ولا حاجه. تمام. تيجي كده بس. كان في سؤال برضو تاني، كان بيتكلم على البيض البلي او البيض اللي هو البيض الصغير يعني بتاع النتاية، يتعالج ازاي او نرد عليه ازاي؟ انا قلت الكلام ده على فكره يا جماعه في فيديو قبل كده، بس برضو ايه نستفاد من خبره استاذ محمود معايا. هي معالجتها صعبه، وهي لو كده اساسها فالموضوع بيبقى صعب، تبقى وراثه يعني. هي خلاص هي انتهى معقد، بتبيض بيضه صغيره وبتيجي في العيش بنادق، وكلنا عارفين طبعا الموضوع ده. اغلب حاجه ليه دي خليها للزمان، خليها الوقت، خليها للي جاي. تمام بالظبط. لكن هي لو شغاله كويس وفلتت مره منها كده، هي تعبانه عايزه ترتاح، زي ما هي قطعت خالص مثلا. دي سيدي. تمام. احنا كده خدنا حوالي 3 اسئله، ممكن ناخد سؤال تاني ولا حاجه؟ تحت امر. في برضو كان في سؤال، حاول افتكر بس اسم صاحبه. كان بيسأل، هو دلوقتي جاب حمام مش متحصن، وعنده حمام بقاله فترة موجود عنده في العشة بتاعته. ينفع الحمام اللي شاريه من صاحبه ده متحصن نيوكاسل او روشة، فعايز يدخل الحمام على الحمام اللي عنده وهو مش متحصن. فهو دلوقتي جايب حمام جديد، جايبه من عند واحد صاحبه متحصن، يعمل ايه الدور اللي يقدر؟ والله يعني لو واخده مثلا من واحد زي محمد صلاح الحمام ده متمصل. تمام. محل سيكاي يقول لي متمصل، خلاص انا مصل حاجه تاني بقى، زي مثلا سالمونيلا بتاعت دكتور امجد الفاكسين ده. تمام. مصل كويس. امصل بتاع الجدري، المصل اللي بيتشك تحت الجناح ده. تمام. مصل اللي ما مصلوش. لكن انا جايب حاجه من السوق مثلا التقسيمه اللي هنا دي يعني محمد عطا اللي عاملها. عامل العنبر ده للحمام، وعامل مكان تاني للاستقبال، وعامل مكان للعزل. الاستقبال ده بنجيب عليه الحمام الجديد. تمام. بيقعد له 10-15 يوم، بياخد التنفسي زي يعني ممكن يجي مع دورة حمام، فكله بيشرب مع بعض هنا وهنا. تمام. يعني بعد كده انا ما اعرفش عنه حاجه، بمص مفيش مشكله، ومصلت فرد الحمام مرتين ورا بعض يعني. انا دلوقتي لو جايب حمام مثلا من الاستاذ محمود، عارف ايه قصته، واخد التحسينات او واخد مصل معين، لو خد مصل تاني نفس النوع فاسد، فانا بدخله على الحمام. برضو لازم ياخد الدوره اللي الاستاذ محمود قال عليها دي، ان هو بيتحط في عزاله بره او استقبال زي ما الاستاذ محمود قال. هي افضل كلمه استقبال افضل يعني من عزاله. ايوه استقبال. عزاله دي بتاعت المرضى يعني. تمام. ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع. فبنحطه في الاستقبال، نطمن على صحته. بعد كده بندخله بقى ايه على الحمام، ونشوف نتعامل معاه برضو بحرص يعني. تمام. طب هو دلوقتي الحمام، طالما انت الحمام بتاعك مش متحصن حاجه زي النيوكاسل، ما ينفعش تجيب حمام مش متحصن وتدخله على حمام لازم الحمام اللي عندك كله يبقى موجود متحصن. النقطه دي برضو مهمه يعني. احنا جاوبنا على سؤالين يعني، يعتبر في سؤال واحد. الحمام هتجيبه ازاي؟ هو طبيعي البني ادم يعني، مثلا البني ادم لما بيجي يسافر مش بيروح الدق بياخد ابره عشان مصل البلد دي. بالظبط. فرد الحمام كده انت معيشه مناخ سنه هنا مثلا. او سنتين عدوا عمر ما انت هتبيعه. تمام. وجيت تغيره مكانه، ما هو سافر. ممكن يحصل دروب وممكن ما يحصلش، بس خلينا نحم في فلوس دلوقتي، لازم نخلي بالنا يعني. تمام. كده احنا جاوبنا تقريبا على حوالي 4 اسئله. هنشوف كم سؤال كده تاني ان شاء الله، ونرجع لكم في الحلقه اللي جايه. بشكر الاستاذ محمود بيسا، وهنكمل مع حضرتك برضو دلوقتي واحنا قاعدين برضو كام سؤال كده للناس على الجروب. وان شاء الله يعني اللي جاي مع استاذ محمود مواضيع كتير قوي حلوه، والاستاذ محمد عطا هيبقى ده اللوكيشن الاساسي بتاعنا.
ان شاء الله بفضل الله رب العالمين. ناشيين احنا سايبين ترابات زاجي الارضي بقى، فبتطلع ما شاء الله قويه جدا. هتشوفوا نش لسه انتوا الشتاء الجاي عشان تتبسطوا يعني. هنشوف كمان ان شاء الله. يعني حمام الله اكبر ما شاء الله، يعني مستويات عاليه جدا. صوافات، هتشوفوا وزار، هتشوفوا حمام زينه. ممكن حضرتك تتكلم على الحمام اللي موجود، يعني حضرتك ادرى هو مني. من محبتنا احنا للحمامه اللي احنا بنربيها، احنا مش تمام. لازم نجيب كل يعني الصوافه والقطاطي مثلا. ان شاء الله حبيب والسكروطة. القطاطي، حبيب القطاطي. والقطاطي عدده كمان قليل لان هو تقيل اليومين دول ما بيمشيش. اللهم صل على النبي. والزينه بقى بلوند نت وستانت واقوى لونج فريس في مصر بفضل ربنا يعني. ان شاء الله هتشوفوا شويه حمام كده هيعجبوكوا يعني. فوليكا وحاجات كده هنتكلم ما بقى على بفهمش فيها الصراحه. هنتكلم على تفاصيل الحاجات دي يعني انتوا اديها تابعونا ايش يخبز. هتلاقوا مواضيع الاستاذ محمود طبعا. محمد عطا بقى معاكم في الزينه ان شاء الله، وفي يعني المراسله وفي الغزار برضه، بس انا ماليش في الزينه. خلينا في حمامنا احنا بتوع الغزار. ان شاء الله تفاصيل وحاجات ان شاء الله تعجبكم في الحلقه اللي جايه. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.